هو ده العيش باللحمة، الحواوشي المصري الأصيل. الحواوشي بيحب الدسم، نقدر نستخدم 50% لحم و50% سمين، نقلل أو نزود في اللحمة، ده يرجع لنا حسب الرغبة. أنا هنا استخدمت 600 جرام لحم و400 جرام سمين، ممتاز جدا. هنفرمهم وبكده معانا كيلو من المفروم. نجهز بقية حاجتنا، بصلتين كبار أو 3 بصلات وسط ونبشرهم. نصفيهم كويس جدا من المية، ودي خطوة مهمة جدا علشان العيش ما يبوش مننا ويقطع، وفي نفس الوقت البصل يهدى معانا شوية في الريحة والطعم. معاهم 3 حبات فلفل بارد وقرنين فلفل حار لزوم السبايسي ونفرمهم، و3 حبات طماطم صغيرين يفضل يكونوا جامدين عشان المية. هنظبط الملح من 10 ل 15 جرام لكل كيلو مفروم، نقول معلقة كبيرة. ونبدأ نبهر، معلقة صغيرة فلفل اسود وزيها كبابا صيني او البهار الحلو، ومعلقة صغيرة زر ورد، على عود عرق دهب، ومعلقة من الروزماري او اكليل الجبل. معاهم فصين حبهان وقرنين قرنفل، على معلقة صغيرة زنجبيل وزيها خلنجان، على عود قرفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وقطعة صغيرة من بلح جوز الطيب، وقرنين فلفل حار حسب الرغبة، و3 ورقات لوري او ورق الغار. ونطحن وننزل بمقدار 10 جرام من التوابل او معلقة كبيرة. نولفهم مظبوط ونشوفهم عملوا معانا كام رغيف. تقريبا يعملوا معانا من 9 ل 10 ترغيفة حواوشي يكونوا مظبوطين. نعبي على ما النار تجهز معانا. ونخلي بالنا في التسويه خصوصا على الفحم علشان العيش ما يلسعش مننا من بره واللحمه تكون من جوه مش مستويه. هنخلي الحواوشي بينه وبين النار من 10 ل 15 سم تقريبا ارتفاع، وكمان النار ما تكونش حاميه. نسيبها تهدى شويه او نهديها برشه ميه خفيفه، وما تقلقوش رشه الميه هتهدي النار بس وهتشتغل تاني، بس علشان ناخد افضل تسويه. وبس كده، واوعدكم انكم هتاكلوا احلى حواوشي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.